يا مدام غدا، لو كل الامهات زيك والله العظيم كان زماننا في حته تسعه. النهارده جايز معاكم اوردر مدام غدا لبنتها. مدام غدا يا جماعه بتقول لي ايه، بنتها مضغوطه الفتره دي بسبب اللي هي بتحضر للامتحانات وبتذاكر كتير جدا في اليوم، فحبت اللي هي تبسطها باوردر من عندنا. يا سلام يا سلام. بصوا يا جماعه، اول حاجه طلبت ليها من كوليكشن الشموع. صراحه كوليكشن الشموع دوت خطير، كل ما حاجه تنقص اروح اجيب من المخزن واحط، مش عايزه اشوفه ناقص، بجد تحفه. اول حاجه طلبت ليها شمعه الفراوله، لانها بتعشق حاجه اسمها تشيز كيك وفراوله وكده، فطلبت ليها شمعه الفراوله. ودي بقى هتنقل لها الاجواء بتاعه المذاكره في حته تانية. تخيلوا كده تشغلها وهي قاعده تذاكر، واو تحفه. بصوا بقى يا جماعه ما شاء الله، طلبت ليها باكج التشيز كيك اللي بيكون عباره عن الشاور جيل والبادي لوشن، ونازل معانا في عروض ال 200 جنيه، الحقوه قبل ما يغلى. وطلبت ليها كمان بادي سبلاش التشيز كيك. اما بقى الكاندي سكراب، فطلبت ليها الكاندي سكراب اللي هو بالتشيز كيك، وكمان الكاندي سكراب العادي. هل بقى هي هيكون عندها وقت تاخد شاور بالكلام الحلو ده؟ مش عارفه، بس هو عامه لسه بدري شويه على الامتحانات، بس معرفش الجيل ده ماله واخد الموضوع جد قوي. وكمان من عروض البرفانات اللي نازله، البرفان ب 150 جنيه. طلبت التشيز كيك، وطلبت كمان الباوند كيك فراوله، طلبتهم هما الاثنين. انتوا فاكرين اللي احنا كده خلصنا الاوردر؟ لا والله ابدا، ده احنا لسه مكملين. خدت لها ليب جلوسز كتير قوي، خدت لها الليب اويل دوت من روز جولد، وكمان خدت لها ليب جلوس الفواكه،